في ظل تزايد الحديث عن تغييرات محتملة داخل التركيبة البشرية لنادي الرجاء الرياضي، برز اسم بلال ولد الشيخ ضمن اللاعبين الذين أثيرت حولهم تساؤلات بخصوص مستقبلهم خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب الميركاتو وارتفاع وتيرة التكهنات داخل الأوساط الرجاوية. وحسب المعطيات المتوفرة إلى حدود الساعة، لم يتوصل بلال ولد الشيخ بأي عرض رسمي لمغادرة الرجاء الرياضي، سواء من أندية محلية أو خارجية، وهو ما يجعل وضعه التعاقدي مستقراً من الناحية القانونية والإدارية في الوقت الراهن. التزام احترافي داخل المجموعة بعيداً عن الإشاعات المتداولة، يواصل اللاعب تداريبه بشكل عادي رفقة المجموعة وسط أجواء احترافية تعكس التزامه الكامل بواجباته واحترامه لعقده مع النادي. كما لم يصدر أي موقف رسمي من الطاقم التقني أو الإدارة يشير إلى خروجه من الحسابات أو وضعه على لائحة المغادرين. هذا المعطى يبرز أن بلال ولد الشيخ لا يعيش أي توتر داخلي، بل يشتغل في صمت، منتظراً ما ستسفر عنه اختيارات النادي التقنية والاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. الإدارة تفضل الواقعية لا الاستعجال من جانبها. تتعامل إدارة الرجاء الرياضي بحذر كبير مع ملفات اللاعبين، خصوصاً في ظل سياق مالي وتنظيمي يتطلب قرارات محسوبة بعيداً عن العاطفة أو الضغط الجماهيري. فغياب عرض رسمي يعني عملياً أن أي حديث عن رحيل اللاعب يبقى في إطار التوقعات فقط وليس القرارات الفعلية. المستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات. رغم استقرار الوضع الحالي، يبقى مستقبل بلال ولد الشيخ مفتوحاً على عدة سيناريوهات قد تتغير في حال وصول عرض مناسب يراعي مصلحة النادي واللاعب معاً، أو في حال قرر الطاقم التقني إعادة تقييم دوره داخل المشروع الرياضي الجديد. إلى ذلك الحين، يظل اللاعب عنصراً رجاوياً كامل الصفة، يواصل التحضير والمنافسة، شأنه شأن باقي عناصر الفريق، في انتظار ما ستحمله الأسابيع القادمة من مستجدات. الأهلي المصري يحسم صفقة يوسف بالعمري وينهي مشواره مع الرجاء. تفاصيل انتقال مرتقب يعكس اختلالات التدبير في ملف التجديدات. شهدت الساحة الكروية العربية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية تحركاً لافتاً بعدما نجح ناد عربي بارز في حسم صفقة لاعب مهم من نادي الرجاء الرياضي، في خطوة أعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير العقود داخل الأندية المغربية. وحسب ما أوردته مصادر إعلامية مصرية، فإن الأهلي المصري توصل إلى اتفاق نهائي لضم يوسف بالعمري لاعب الرجاء الرياضي على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة مباشرة بعد نهاية مشاركة اللاعب في كأس إفريقيا للأمم، احتراماً للالتزامات الدولية. دور حاسم من إدارة الأهلي، وتشير التقارير ذاتها إلى أن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي المصري كان له دور مباشر في إتمام جميع تفاصيل الصفقة، سواء ما يتعلق بالتفاوض مع إدارة الرجاء الرياضي أو بالحصول على موافقة اللاعب، في تحرك يعكس خبرة الأهلي في إغلاق الصفقات المعقدة بهدوء ودون ضجيج إعلامي. فشل التجديد يفتح باب الرحيل. الصفقة التي تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون سنتيم جاءت بعد فشل الرجاء الرياضي في التوصل إلى اتفاق مع بالعمري من أجل تمديد عقده، الذي كان من المرتقب أن ينتهي مع نهاية الموسم الصيفي المقبل، وهو ما وضع إدارة النادي أمام خيار صعب بين البيع الآن أو خسارة اللاعب لاحقاً دون مقابل. هذا المعطى يبرز مرة أخرى تحديات التخطيط الاستباقي داخل الرجاء،
خصوصاً فيما يتعلق بحماية القيمة السوقية للاعبين الأساسيين وتفادي الوصول إلى المراحل الأخيرة من العقود دون حسم. تجربة جديدة ونهاية مرحلة. ومن المنتظر أن يوقع يوسف بلعمري البالغ من العمر 27 عاماً عقداً يمتد ل3 سنوات ونصف مع الأهلي المصري فاتحاً بذلك صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية، ومنهياً تجربته مع الرجاء الرياضي التي انطلقت في صيف 2023. وبينما يرى البعض أن الصفقة تمثل خسارة رياضية للرجاء، يعتبرها آخرون فرصة لتقليص الأضرار المالية في ظل واقع فرضته معطيات التفاوض والتوقيت. ما بعد الصفقة يبقى السؤال المطروح حالياً داخل البيت الرجاوي هو: كيف سيتم تعويض رحيل بلعمري؟ وهل ستستفيد الإدارة من هذا الملف لإعادة ضبط سياستها التعاقدية مستقبلاً، أم أن السيناريو سيتكرر مع أسماء أخرى؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف انعكاسات هذه الصفقة، سواء على مستوى الرجاء الرياضي أو على تجربة بلعمري الجديدة داخل أحد أكبر أندية القارة الإفريقية. الرجاء يتحرك لتعويض بلعمري. يحيى عطية الله أولوية في الميركاتو الشتوي، عرض مالي مهم وخيارات استراتيجية لتعزيز الجهة اليسرى. باشر نادي الرجاء الرياضي تحركاته في سوق الانتقالات الشتوية تحسباً لتغييرات مرتقبة داخل تركيبته البشرية، خاصة على مستوى الرواق الأيسر الذي قد يعرف فراغاً في حال تأكد رحيل يوسف بلعمري خلال الأيام المقبلة. ووفق تقارير صحفية متخصصة، فإن الرجاء دخل بالفعل في مفاوضات مع الدولي المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر الحالي لفريق سوتشي الروسي ولاعب الوداد الرياضي سابقاً، في خطوة تهدف إلى تدعيم الخط الخلفي بلاعب مجرب يملك خبرة قارية كبيرة. عرض مغر من جواد الزيات. وكشف موقع أفريكا فوت المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين الأفارقة أن رئيس نادي الرجاء جواد الزيات تقدم بعرض مالي مهم من أجل إقناع عطية الله بالعودة إلى البطولة الاحترافية عبر بوابة الفريق الأخضر. وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ العرض المقدم للاعب حوالي 500,000 دولار، وهو رقم يعكس رغبة الرجاء في حسم الصفقة بسرعة، خاصة في ظل المنافسة المحتملة من أندية أخرى تتابع وضع اللاعب عن قرب. تعويض مباشر لرحيل محتمل. اهتمام الرجاء بعطية الله يأتي في سياق الاستعداد المسبق لاحتمال رحيل يوسف بلعمري الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي المصري. هذا المعطى جعل إدارة الرجاء تضع ملف الظهير الأيسر ضمن أولوياتها القصوى خلال هذا الميركاتو، لتفادي أي خلل تقني قد يؤثر على توازن الفريق. لاعب بخبرة قارية وتجربة كبيرة، ويعد يحيى عطية الله من أبرز الأظهرة اليسرى الذين بصموا على مسيرة قوية في الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث كان عنصراً أساسياً في تتويج الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا سنة 2022، وفرض نفسه كأحد الركائز داخل التشكيلة الحمراء. وخلال الفترة الممتدة بين 2020 و2023 خاض عطية الله 166 مباراة بقميص الوداد، سجل خلالها 11 هدفاً، وقدم 23 تمريرة حاسمة، وهي أرقام تؤكد قيمته الهجومية والدفاعية معاً. تجربة خارجية متفاوتة. على مستوى تجربته الاحترافية خارج المغرب، انتقل عطية الله في الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى الأهلي المصري، حيث شارك في 22 مباراة، سجل خلالها هدفاً واحداً، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
ورغم أن تجربته لم تكن بنفس الوهج الذي عرفه سابقاً، إلا أن اللاعب لا يزال يحظى بثقة عدد من الأندية بالنظر إلى خبرته وشخصيته داخل الملعب. قرار مرتقب وحسابات مفتوحة. يبقى مستقبل يحيى عطية الله مرتبطاً بتطور المفاوضات خلال الأيام القادمة، خاصة في ظل رغبة الرجاء في حسم ملف التعويض مبكراً وبناء فريق متوازن قادر على المنافسة محلياً وقارياً. وبين الطموح الرياضي والحسابات المالية، بيسعى الرجاء إلى صفقة نوعية قد تشكل نقطة تحول في مسار الفريق خلال ما تبقى من الموسم، في انتظار ما ستسفر عنه كواليس الميركاتو الشتوي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلوك جديد أخبار الرجاء أول بأول.